بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قناة نجاعد كترحب بكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم جيدة إن شاء الله. اللي أول مرة كيزور القناة مرحبا به، وما ينساش يدير لنا اشتراك في القناة، أعجب لي الفيديو وبارطاجيه كي تعم الفائدة بحول الله. اليوم جبت لكم واحد الطريقة اللي غتغير حياتكم. تخيلوا معايا كتقلبوا على التصاور ديالكم القديمة ولا الفيديوهات ديالكم والذكريات، وفجأة لقيتو كلشي تمسح. ماشي نهاية العالم هادي، كاين الحل بإذن الله. لأن اليوم غادا نوريك كيفاش ترجع التصاور ديالك المحذوفة بلا روت بلا حاسوب وبخطوات بسيطة بزاف. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو، لانني غادي نوريكم ونعطيكم واحد النصيحة ذهبية اللي كتمنع تماما ضياع الصور مستقبلا. نبداو على بركة الله. سلة المهملات في جوجل فوتو. اول حاجة ضروري ديرها هي انك تشوف واش الصور ديالك مازال كاينين في السلة. ثم كتفتح التطبيق جوجل فوتو وكتمشي للقائمة وكتمشي لسلة المحذوفات، وكتلقى الصور ديالك باقا محفوظة 60 يوم. 60 يوم الصور ديالك كتبقى محفوظة في جوجل فوتو، غير بضغطة واحدة وكتختار استرجاع الصور، وكترجع الصور ديالك لمدة 60 يوم. كتبقى محفوظة لك الصور ديالك إلا حذفتيها. ونصيحة، ما تبقاوش تمسحوا الصور ديالكم نهائيا الا وانك تكون متاكد بانك بغيتي تحذفها بمره. عاد ديك الساعه دير ليها المسح، لان من بعد 60 يوم كتختفي تماما وما كتبقاش نهائيا. ثاني حاجه غدير استرجاع الصور من جوجل درايف. كدير استرجاع الصور من جوجل درايف. الا كنتي مفعل النسخ الاحتياطي في الهاتف ديالك، غتدخل للحساب ديالك في جوجل درايف وكتمشي للقسم ديال الصور او الملفات، وكتستعمل خانة البحث وكتبحث على ايماج ولا فيديو، وهانت ديك الساعة كتقدر تلقى جميع الصور ديالك اللي كانوا في المعرض، وحتى الصور اللي ما كانوش في المعرض غتلقاهم هنا. باش كتكون هذه طريقة زوينة يعني بزاف. وكاينين بعض الهواتف اللي كيصيفطوا لك الصور تلقائيا للحساب ديالك في جوجل، وهذا الشيء الناس ما كيعرفوش. قليل ديال الناس اللي كيعرفوا هذا الشيء. يعني بعض الهواتف كيصيفطوا لك الصور تلقائيا للحساب ديالك في جوجل. ضيف لنفسك هذه المعلومه وفيد بها ايضا غيرك. النصيحه الثالثه هي انك تستعمل تطبيق، غنخلي لكم الاسم ديالو، مهم بزاف ومجاني، كيعطي نتيجه فعاله جدا. ضروري غادي تحملو من بلاي ستور، يعني تما فاش كتكون البرامج موثوقه. كتدخل بلاي ستور وكتبحث على التطبيق وكتثبتو، وغادي تفتحو. ملي تفتحو غيعطيك اختيار بازيك سكان، وغادي تخليه يسكاني لك كاع التصاور ديالك، وغادي يطلع لك صور كثيره. حدد الصور اللي بغيتي شويه عليك مازال بك حد، ودير ليه ريستور. نصيحة، النسخة المجانية خدامة مزيان، ولكن فيها قيود. كتسترجع الصور الحديثة غالبا، أما القدام لا. أما النسخة المدفوعة كتخدم أحسن، ولكن ماشي ضرورية للجميع. حنا بارك علينا غير المجانية، بارك علينا كنكونوا حنا يلاه بادين، بارك علينا غير داكشي مجاني. ندوزو
النصيحة الثالثة الرابعة، باش ما تبقاش يتعاود لك هذا المشكل ديال مسح الصور، ضروري تفعيل النسخ الاحتياطي. هذا النسخ الاحتياطي اصلا كل ساعه كيطلع لك في الهاتف ديالك. كيفاش ديرو؟ كتفتح جوجل فوتو وكتمشي للاعدادات وكدير النسخ الاحتياطي والمزمنه وكتفعل الخيار وكتختار جوده تخزين موصى بها ستوراج سيفر. ومعلومه حتى ولا كنتي بدلتي الهاتف ديالك، الصور ديالك كتبقى محفوظه في امان الله وحفظه. هذه معلومه حتى هي ضيفوها عندكم. ايوا هانتوما دابا من بعد هذا الدرس وهاد الخطوات اللي وريتكم وهاد النصائح غتكونوا رجعتوا التصاور ديالكم بلا ما تحتاجوا لا روت ولا برامج معقده. شاركوني في التعليقات شحال من صوره رجعتوها كانت تحدثت لكم ولقيتوها وفرحتوا. وإلا عجبك الفيديو دعمنا بلايك وتعليق واشترك في القناه باش يوصلك كل جديد. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه وفي معية الله، وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. ودابا غنديرو ملخص الدرس ديالنا في صوره غنخليها لكم في اخر الفيديو. قلنا اول حاجه نتفقدوا سله المحذوفات او سله المهملات وكنلقاوها في جوجل فوتو. ثاني حاجه كنديروا استرجاع الصور عن طريق جوجل درايف، كيكون مفعل في الا كنتي مفعل النسخ الاحتياطي كما شرحنا. ثالث حاجه كنديروا استعمال تطبيق خارجي موثوق كهذاك اللي عطيتكم باش تحملوا منه. ودائما ما تبقوش تحذفوا الصور ديالكم الا ما كنتوش متاكدين تماما بانكم ما تليتوش بغيتيهم. هادشي كامل غنخليه لكم في صوره كتوضح لكم كل شيء. الا نسيتوا شي حاجه غتلقاوها غتذكروها بالصوره، لان الصوره كتعبر اكثر من الكلام او الاشاره. والسلام عليكم ورحمه الله.